تشاء أنت من البشائر قطرة، ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر. السلام عليكم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبايب قلبي الحلوين، عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبأحسن صحة وبأحسن حال، وربنا يسعدكم دنيا وآخرة. يمكن شايفين صوتي متغير شوية، بس عايزة أقول لكم البرد عامل عمايله، الالتهابات في صدرنا جامد أنا وولادي، الحمد لله والشكر لله. النهارده إن شاء الله ده فيديو يا بنات كان يعني من فترة موجود على الكمبيوتر، فحبيت إن أنا أنزله لكم برضه كله إفادة إن شاء الله بإذن الله تستفيدوا منه. نعمل شوية وصفات كده يكونوا كويسين وحلوين، وفي نفس الوقت يا ست الكل هنعمل شوية بهارات حلوة أوي، أوي. البهارات دي هتعمليها في البيت، هتستغني بيها عن أي بهارات خارجية وحتى عن المرقة كمان. البهارات دي بتكون عبارة عن إيه؟ بتكون عبارة عن معلقة كبيرة من الكبيبة الصيني، والكبيبة الصيني يا بنات بتقضي نفس الغرض بتاع جوزة الطيب يا بنات، نفس الطعم بتاعها، ولكن مش بتسكر كده، أو يعني الكتير منها مش وحش. حطينا معلقتين أو 3 من الفلفل الأسمر، حطينا عودين من القرفة، حطينا 15 أو 10 فصوص من الحبهان، حطينا شوية من اللي هو الروزماري. الروزماري ده كان عندنا كده في الجنينة يعني. وحطيت كمان معلقتين كبار من الكزبرة الناشفة، وشوية ورق لوري كده. دول البهارات الحصى. نيجي على البهارات البودر، انا حطيت معلقة كبيرة من البصل البودرة على الثوم البودرة، معلقة كبيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الزعتر، معلقة صغيرة من الكركم، معلقة صغيرة او ربع معلقة كمان صغيرة من الجنزبيل. دي المكونات البودرة. اي حضرتك تابل مش بتحبيه، حابة تحطي غيره براحتك، تقدري تحطي زر ورد. قبل كده احنا حطينا زر ورد، حطينا سمسم، حطينا كمان اللي هو قولوا معايا القرنفل. يعني كل بهار حضرتك تحبيه اتفضلي اعمليه زي ما انت عايزه، مفيش اي مشاكل خالص. طبعا هنبتدي بقى نحطهم في طاسه ونحطهم كده على النار علشان نسخن البهارات بتاعتنا دي. وكل شهر انا بعمل بهارات زي كده، وبحط لها حسب بقى ما انا عايزه. مثلا لو عايزه اخلي لونها اصفر قوي بحط لها كاري كتير، لو انا عايزه اخليها تبقى بني مثلا شويه عشان اللحوم بحط لها كاري اقل، يعني على حسب. وطبعا يا بنات لما تعملي البهارات بالكميه دي في البيت، معلقتين معلقتين معلقتين، يعني لو اشتريتي مثلا في شهر مثلا ب100 جنيه بهارات، وكل شهر اخدتي منه مثلا معلقتين معلقتين، هيقعدوا معاكي حوالي 6 شهور. لان يا بنات كميه البهارات بتبقى مش قليله، بالذات الورق اللوري بيديكي كميه كبيره. اي نعم الفلفل الاسمر والكمون دلوقتي غاليين، بس برضو الكزبره لسه رخيصه. هنيجي هنا بعد بقى ما سخنا البهارات بتاعتنا، هنبتدي نجيب المطحنه ونحط فيها البهارات. طب عيدان القرفه يا دودي هنحطها عادي وهتبتدي ان هي تطحن معانا عادي، مفيش اي مشكله. طالما اتسخنت على النار هتسخن، يعني هتطحن معاكي. لكن لو زي ما هي كده فيها رطوبه مش هتطحن معاكي وهتبوظي الخلاط بتاعك، وطبعا احنا في غنى عن ان احنا نبوظ الخلاط او حاجه زي كده. انا هنا طحنتها، شفتوا الحته اللي لسه كانت رطبه شويه ما اتطحنتش، بس هحطها مره تانية واطحنها تاني هتبقى زي الفل. طبعًا عايزة وأنا يعني بارحّب كده بكل حبايبي الجداد اللي نوّروا قناة، شرّفتوني ونوّرتوني، ووجودكم على عيني وعلى راسي. دعواتكم الجميلة ليّا بصلاح الحال، دعواتكم إن ربنا يرزقني الحاجة اللي نِفْسي فيها، سواءً يعني يعمل لي الخير ليّا اللي أنا ماشية فيه. بالله عليكم يا بنات تدعوا لي كده من قلبكم إن ربنا يكتب لي الخير، الحاجة اللي تكون فيها مصلحة ليّا هي اللي تحصل إن شاء الله بإذن الله. طبعًا أنا عارفة إن يعني أنتم دعواتكم بتفرق معايا جدًا، وبتفرق في نفسيتي جدًا، وتعليقاتكم الجميلة. ولو كنت ما بانزّلكمش صباح الخير مثلًا بقى لي يومين أو حاجة، فمعلش اعذروني، عندي ضغط شغل جامد جدًا، إن شاء الله بإذن الله يخلص بقى النهارده على خير عشان نستريّح. بعد كده زي ما أنتم شُفتوا، بعد ما قلّبنا البهارات مع بعض، ابتديت إن أنا أحُط عليها معلقتين من الملح. طَب إيه فايدة الملح اللي إحنا حطيناه؟ بُصّوا عايزة أقول لكم هنا الريحة تحفة. الملح اللي إحنا حطيناه ده يا بنات، وده كمان إيه اللي أنا حطيته سُكّر، حطيت نُص معلقة من السُكّر أو معلقة ممسوحة من السُكّر. الملح بيخلّي البهارات معاكِ تعيش فترة طويلة ما ترطّبش، يعني بيحافظ على عُمر البهارات. أنا هنا هاعبّيهم بقى في كيسة، وتعالوا أقول لكم على البطاطس الصغيّرة الجميلة بتاعتنا دي. طبعًا هي موجودة دلوقتي الكيلو منها ب10 جنيه، دي بطاطس صغنّنة كده بتاعة تحمير. أنا بابتدي إن أنا أجيبها، عايزة بال طويل شوية، بس أنا باخلّي ولادي يقعدوا كده ويبتدوا إن هم يقشّروها، وأنا بعد كده أبتدي إن أنا أقوّرها أو جودي بنتي بتقوّرها. المهم يعني البطاطس المحشية لحمة مفرومة دي من الوصفات اللذيذة والحلوة جدًا، جدًا، واللي ولادِك هيحبوها جدًا، ومن المقبلات اللي لمّا بتتحط على السفرة بتاعتِك أولًا مُشبعة، ثانيًا شكلها حلو ويفتح النِفس وما بتاخدش لحمة كتير. أنا هنا هاعمل لها صدمة علشان أنا عايزة أشيلها في الفريزر، لإن كل اللي أنتم هتشوفوه النهارده ده هيتشال في الفريزر. فحطيت معلقة من السكر وربع معلقة من الملح، وحطيتهم على النار نغلي كده، البطاطس تغلي فيهم حوالي دقيقة، دقيقة ونُص مش أكتر من كده.
تعالوا بقى نعمل البسطرمة البيتي، ودي برضو من الوصفات اللذيذة الحلوة جدا جدا. دول يا بنات بالظبط 3 معالق من اللحمة المفرومة، معلقتين كبار يا حبايب قلبي من الحلبة المطحونة، ودي بتتجاب من عند العطار، وحطيت كمان ربع معلقة من البهارات اللي احنا كنا جايبينها، وحطينا ربع معلقة من الملح. وكمان اساسي معانا بقى التوم راس كاملة، او مثلا معلقتين لو انت فارمة التوم في البيت. وهنحط اللون الغذائي اللي انتوا عارفينه معايا ده، اللون الجل ده يا بنات الواحدة ب15، ممكن تبقى بقت ب20 دلوقتي، بس بيعيش معاكي على حسب مدة كبيرة جدا جدا. حطيت اللون، حطينا التوم، حطينا الحلبة، وحطينا اللحمة المفرومة، حطينا البهارات والملح، وهبتدي ان احنا نضرب في الكبة كويس جدا جدا. كل ما تضربي اكتر كل ما هينعم اكتر ويديكي شكل حلو جدا. عايزه اقول لكم البسطرمه دي لذيذه لذيذه لذيذه، وقد ايه كنا بنعملها مع بعض. إيه يعني عملتها معاكم كتير على القناه القديمه، وحبيت برضو ان انا انزلها لكم تاني، ان شاء الله باذن الله تعملوها وتبقى حلوه معاكم. انا هنا يا بنات زي ما انتم شفتوا جبت اللحمه المفرومه، بعد ما خلاص خلصناها جبت الكيس دهنته بشويه من الزيت، وحطيت فيه شويه اللحمه، يعني قطعه قطعه كده من اللحمه، وابتدي ان انا افردها لحد ما اخليها رقيقه جدا جدا، زي كاني بعمل يعني او قطعه بسطرمه مفروده كده. اجي بعد كده ابتدي اكسر منها واقطع منها بايدي، تتقطع معايا وتبقى سهله، ما تسيبش بصمات في الكيس، بتبقى طعمها لذيذ قوي في البيض لو عملنا بيها فول، لو حضرتك مثلا حطيتيها على وش البيتزا بس بتحمريها الاول، بتبقى حلوه جدا. خلصنا كده من البسطرمه. تعالوا بقى دلوقتي نعمل تالت حاجة معانا، وهي عصاج اللحمة المفرومة الموفر. أنا هنا يا بنات جبت نص كيلو من البصل زي ما انتوا شفتوا كده، ده فرمته في الكبة. طبعا البصل دلوقتي غالي يا دودي، بس هو حتى مهما غلي مش بنفس ثمن اللحمة يا بنات، فاحنا بنحاول نمشي أيامنا، يعني حبة كده وحبة كده، وهي الدنيا الحمد لله بتمشي. بعد ما حطينا البصل زي ما انتوا شفتوا دبلته شوية، هنزل عليه بنص كيلو من اللحمة المفرومة. وطبعا حضرتك تقدري تنزلي بكيلو الا ربع من البصل، او كيلو من البصل قصاد نص كيلو من اللحمه المفرومه، على حسب ما انت عايزه. يعني كل واحد بيعمل يا بنات على حسب ما هو عايز الطعم بتاعه. كل ما قللنا البصل اكتر كل ما طعم اللحمه بان معانا اكتر. البطاطس هنا زي ما انتم شايفين كده بسلقها على النار، قلت لكم هي هتقعد دقيقه دقيقه ونص، او مثلا دقيقتين، المهم ما تطوليش عليها قوي علشان ما تتهراش معاكي. بعد اللحمه بتاعتنا بقى ما فكت، واهم حاجه ايدك تبقى في اللحمه على طول، علشان احنا عايزين اللحمه دي يا بنات تبقى مفرطه كده من بعضها، ما تبقاش تكلكع. حطيت بقى عليها جزرايه كبيره محترمه مبشوره، وحطينا كمان عليها قرن من الفلفل الرومي كده مقطعينه مكعبات، وهنحط عليها معلقه كبيره من البهارات اللي احنا عملناها. البهارات دي النهارده هتغنيني على ان انا احط اي بهارات تانية غير بس ان احنا نحط الملح وبس على كده. هنا بقى بحب ان انا احط للعصاج بتاعي معلقه كده من الصلصه، بيديله لون احمر كده وحلو. العصاج ده هحشي منه ان شاء الله باذن الله البطاطس، وفي نفس الوقت هنفرز منه، وهتشوفوا معايا زي ما انتم شايفين كده. حطي بقى اللايك الحلو بتاعك حبيبه قلبي علشان تشجعيني ان شاء الله اعمل لك حاجات احسن واحسن. هنا يا بنات انا حطيت معلقه كده صغيره من الزيت على البطاطس، وهبتدي ان انا اقلب فيها البطاطس واحطها على الشوايه. ليه بحطها على الشوايه؟ علشان تحمر البطاطس بتاعتنا. الاصل في البطاطس المحشيه دي ان هي بتكون متحمره، وانما انا مش عايزه اديها كميه زيت كتيره، او كمان الزيت غالي مش عايزين نستخدم زيت كتير، فاحنا بنعملها زي ما انتم شفتوا كده، وبنحطها تتحمر على الشوايه بتاعه الفرن. هنا هنعمل مع بعض السجق البيتي، بس بطريقة اقتصادية برضو وطعم حلو قوي. ده يا بنات نص كوباية من العدس أنا سلقتها عملت معايا كوباية، ده العدس بجبة. معايا ربع كيلو من اللحمة المفرومة، معانا راس من التوم، معانا معلقة من الزيت، معانا معلقة كبيرة من البهارات، معانا معلقة صغيرة من الملح، ومعلقتين كده من البقسماط. ليه يا دودي؟ عشان نعمل ايه؟ علشان نعمل السجق زي ما انتم شايفين، عدس لحمة مفرومة، وممكن كمان نحط قطعة من البصل. أنا هنا حطيت بصلاية صغيرة زي ما باقول لكم، حطيت عليها راس من التوم، وادي كمان المقادير بتاعته نزلت قدامكم. حطيت عليها 2 معلقه كبيره من البقسماط، نص كوبايه من العدس زي ما قلت لكم انا سلقتها، وبعدين صفيتها كويس جدا من الميه، وهبتدي ان انا استخدمها. حطيت بياض بيضه، انا قلت لكم هنا احنا حطينا زيت، لا هي كانت بياض بيضه يا بنات ما كانش زيت. حطيت بياض بيضه ليه؟ علشان يعمل عمليه تماسك للسجق بتاعنا. السجق ده انا كنت عامله لكم نوع من السجق من يعني في الفيديو بتاع اول امبارح تقريبا او حاجه زي كده، وده نوع تاني برضو منه موفر جدا. وخلي بالكم العدس على السجق او العدس على اللحمه المفرومه ما بيغيرش لونها طالما الكميه مش كبيره. لو الكميه كبيره هيغير الطعم واللون معاكي، وانما لو الكميه صغيره صدقيني هتاخدي حاجات ممتازه جدا باضافات كلها بروتين وبتبقى حلوه. فانتوا بس جربوا. يعني يا بنات انا عارفه ان الدنيا غاليه دلوقتي مفيش حيل ان احنا نجرب، بس ما يمنعش لو جبنا ربع كيلو من اللحمه المفرومه مثلا بره وحطينا له نص كوبايه عدس، ودينا بنجرب، والله نفع نفع، ما نفعش اهي خلاص تجربه، وبرضه هيتاكل وهيبقى زي الفل.
تعالوا بقى بعد ما ضربنا السجق بتاعنا، جبت حبة كده من المَيّة في طبق، وهابتدي إن أنا أعمل صوابع السجق بتاعتي. هنا بقى السجق لا هيكِش معانا ولا هيحصل له أي حاجة خالص، ليه؟ لإن إحنا مش حاطين دهون، وفي نفس الوقت إحنا حاطين له إضافات تخلّيه ما يكِشّش، زي بياض البيض، زي قولوا معايا، زي البقسماط، وزي كمان العدس، فهتلاقيه زي ما الصوبع هتحطيه زي ما هتلاقيه. والصوت اللي هتلاقوه ورايا في الخلفية ده صوت جاسمين، فمعلش يعني استحملوها لإن هي بقت لازقة بغيرها. المهم يا بنات، كمية الصدوق كمان اللي بتطلع من الوصفة دي كمية كبيرة، يعني هتعمل معاكِ طبقين محترمين لو أنتِ أسرة من 6 أفراد أو من 4 أفراد. يا بنات الأسر الكبيرة مهم أوي، أوي إن هم يعملوا الوصفات الاقتصادية دي. أنا ما باقولكيش اعمليها كل يوم، بس أنا باقول لِك على الأقل في الأسبوع نخلّي يوم يبقى فيه بروتين صرف، وبقية الأيام يبقى عندنا بروتين ليه إضافات، علشان نقدر إن إحنا نواكب موجة الغلا اللي إحنا فيها دي، وربنا يعيننا جميعًا. أنا هنا خلاص خلّصت السجق بتاعي زي ما شفتوا، حطيت بقى حلة على النار فيها شوية مَيّة يا بنات، شوية المَيّة اللي أنتم شايفينهم دول أو الطاسة يعني دي، فيها شوية مَيّة كده يغلوا علشان نسوي السجق بتاعنا. وهنا أنا حطيت جزر كده على النار، وهابتدي إن أنا أشوّحه. الجزر من الحاجات الحلوة أوي اليومين دول ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني. بعد كده يا بنات جبت قلب البطاطس، إحنا كنا طبعًا مقورين البطاطس، فالبطاطس دي ليها قلب. طب أنتِ هتعملي إيه بقلب البطاطس وبالجزر المبشور ده؟ هتشوفوا معايا دلوقتي. تابعوا بس الفيديو علشان إن شاء الله بإذن الله تطلعي مستفيدة من الوصفات اللي موجودة فيه. القناة التانية يا بنات كانت مليانة بالفيديوهات اللي كلّها تحفيز وكلّها حاجات حلوة، ولكن للأسف يعني طبعًا هي مش موجودة دلوقتي، فأنا باحاول أعيد لكم نفس الفيديوهات اللي عليها، يعني على ما ربنا يفرجها علينا ونقدر إن إحنا نعمل فيديوهات جديدة إن شاء الله. أنا هنا يا بنات السجق زي ما أنتم شايفين باحطه، طبعًا حطيت شوية من البهارات على البطاطس والجزر، والبطاطس والجزر دول إحنا هنعملهم حشوة دلوقتي محترمة، حشوة حاجة كده. استنوا بس عشان ما أحرقلكوش الفيديو، تابعوا الفيديو وأنتم إن شاء الله بإذن الله تستفيدوا معايا. شايفين بقى يا بنات السجق عامل إزاي الصوابع بتاعته، ولا بتكش ولا بيحصل لها أي حاجة. أنا باحط واحدة بتعمل لكم لايك، جاسمين بتعمل لكم لايك، أهو دي يالّا. هي بتقول لكم يعني اعملوا لماما لايك. كل ما حتّة بتقِل شوية أنا باحُط التانية، كل ما حتّة بتقِل شوية أنا باحُط التانية، ولكن هو مش بيكِش. هتشوفي معايا دلوقتي مش بيكِش، وحتّى لو كَش بيكِش بس اللي هو إيه، الكَشَشان البسيط اللي هو إن اللحمة نزّلت الjuicy اللي فيها والكلام ده كُلّه. أدي يا بنات السجق شايفين بقى المراحل بتاعته. أنا حبيت إن أنا أسيبها لكم كلّها بحيث إن أنتم تبقوا شايفين برضه قدّامكم ولا فَك ولا حصل له أي حاجة، ماسك بقى نَفْسه، وبرغم إن كمية المَيّة كبيرة أهي مش قليلة، وما شاء الله. ده بقى تعملي منّه فول، تعملي منّه بيض، تعملي منّه بيتزا، تعملي منّه فطيرة كده بالليل للولاد في العشا، تبتدي إن أنتِ تقلّبيه كده زي السجق الإسكندراني مع شوية فلفل مع أي حاجة من الحاجات دي، هيبقى لذيذ جدًا. تعالوا بقى نعمل كفتة الرز، وبرضه من الحاجات الاقتصادية، بربع كيلو من اللحمة المفرومة، وربع كيلو من الرز، وشوية من الخضرة، بصلاية، كام فص من التوم، شوية من البهارات، شوية من الكزبرة الناشفة، شوية من الملح، وحبة صغننين أوي كده من الكمون. طبعًا أنا هنا هاتشغّل بالخضرة المتفرّزة علشان طبعًا حبايبي كتير بيقولوا لي: "يا دودي الخضرة المتفرّزة ما ينفعش نعمل بيها حاجة." لأ، باعمل بيها كل حاجة. باعتذر. هنا يا بنات أقول لكم بقى أنا باعمل إزاي الرز المطحون في البيت. أنا باجيب كوباية من الرز، بابتدي إن أنا أغسلها غسلة كويسة، وبعدين أحطها في المصفى وأسيبها لحد ما تصفى تمامًا وتنشف. ممكن من بالليل للصبح أو من الصبح لبالليل، المهم أنا باسيبها لحد ما تنشف تمامًا، وبعد كده بابتدي أطحنها في المطحنة بتاعة الخلاط، بتدّيني دقيق رز محترم. ممكن يبقى فيه شوية تخريزة بسيطة كده، وإنما بيبقى حلو أوي. دقيق الرز دلوقتي غِلي جدًا، أنا كنت باشتري دقيق الرز من فتح الله، الباكيت كان ب18 بعدين بقى ب20 دلوقتي ب60 جنيه، فطبعًا إحنا في غنى عن ذلك. إحنا هنبتدي نعمل الرز المطحون في البيت. طيب أنا هنا بقى حبيت ما اخليهاش كفتة رز، حبيت أعملها إيه، حبيت أعملها كوبيبة غمراوي، نفس المقادير، هي الكوبيبة الغمراوي نفس مقادير كفتة الرز بالضبط، ما فيش أي اختلاف عنها. فأنا عملتها زي ما أنتم شايفين، بابتدي إن أنا أجيب كده كيسة، وبعد كده أبتدي إن أنا أحط فيه الكورة بتاعتي وأفرد بالطبق. طب ليه باعمل كده؟ علشان يدّيني سمك واحد، علشان كمان يخلّي لي كل الكوبيبة يعني نفس قولوا معايا نفس السِوَى، نفس الشكل كده، تلاقي مش واحدة كبيرة وواحدة صغيرة، لأ كلّها تبقى نفس الحجم، فاللهم بارك بتبقى حلوة أوي، أوي، وبرضه بتعمل كمية كبيرة. طيب إحنا كده عملنا، بعد كده هنعمل إيه، هنبتدي إن إحنا نجيب الحلة بتاعتنا ونحط واحدة فوق واحدة كده لحد ما نعمل صفّين، 3 على حسب الكمية اللي أنتِ عاملاها.
أنا كل اللي باعمله معاكم ده يا بنات ممكن نقول ب3 كيلو من اللحمة المفرومة، وإنما هم بيعيشوني شهر كامل. مش شرط تعملي كل المكونات أو كل الحاجات دي في يوم واحد، تقدري حضرتك تاخدي وصفة تعمليها كل أسبوع، وصفة أو وصفتين من اللي إحنا عاملينهم دول، كلّهم الحمد لله والشكر لله إلى حدٍ ما وصفات موفّرة برغم غلاء الأسعار اللي موجود دلوقتي. هنيجي بقى هنا عشان نسويها. طب إحنا هنسويها إزاي؟ أنا جِبت حلة على النار، حطيت فيها مَيّة وحطيت فيها مرقاية، ولمّا غليت حدّقتها بقى طبعًا ودُقت الملح بتاعها، وبعد كده حطيت فوق الكوبيبة بتاعتنا الشوربة دي زي ما أنتم شايفين كده، يا دوبك أغطّيها وابتدي أسيبها على نار هادية لحد ما تستوى. ما ينفعش إن إحنا نشيلها، مش هتفرُط ولا هيحصل لها أي حاجة خالص. بُصّوا زي ما أنتم شايفين أنا باحرّكها كده بإن أنا بارُج الحلة، كل ما ترُجّي الحلة كل ما هتبقى حلوة. تيجي بقى تمسكيها وتلاقيها بتقطم معاكِ كده، تعرفي خلاص إن هي استوت وبقت زي الفل. تعالوا لمّا نعمل وصفة تانية وهي بقى الحشوة اللي إحنا كنا عاملينها، كنا هنحشي بيها إيه يا دودي؟ كنا هنعمل بيها العرق الكدّاب محشي بالخضار. الخضار ده عبارة عن جزر وبطاطس، وإحنا طبعًا ما بنرميش أي حاجة أبدًا. ربع كيلو من اللحمة المفرومة، نُص كوباية من العدس مغسولة بقت كوباية، حطينا معلقتين من البقسماط، حطينا بصلة، حطينا كمان شوية من التوم، حطينا معلقة كبيرة من البهارات، معلقة صغيرة من الملح، وكده هنعمل أحلى عرق لحمة محشي بالخضار ممتاز جدًا، جدًا يا بنات. من الحاجات برضه الاقتصادية والموفّرة، تيجي تقطّعيها كده تبقى لذيذة وحلوة. أنا هنا فرمت البصل الأول طبعًا مع التوم، بعد كده هننزل باللحمة، هنبتدي بقى إن إحنا ننزل ببقية الحاجات دي كلّها. عايزاكم تقولوا لي أنتم محتاجين إيه الفترة الجاية في الفيديوهات يا بنات، إيه اللي ممكن محتاجين إن إحنا نعمله ونركّز عليه أكتر. أنا محتاجة بجد إن أنا آخُد منكم الفترة دي أفكار، لإني أنا دماغي يعني فيها موضوع معيّن كده، فما فيهاش أي أفكار خالص. يعني لأول مرّة باطلع أقول لكم أنا بجد ما عنديش أي أفكار، فأنا عايزاكم أنتم تدّوني بقى أفكار حلوة كده تشجّعني أدخل المطبخ، أبتدي إن أنا أشتغل تاني، أرجع لشغلي وأرجع لحياتي الطبيعية. يعني مش عايزة أصدّر لكم طاقة سلبية طبعًا ولا أي حاجة خالص، بالعكس والله أنا باخد رأيكم، باحب إن أنا أتكلّم معاكم، يمكن أنتم من الحاجات الحلوة الجميلة اللي حصلت لي في حياتي وباحمد ربنا عليها. أنا هنا خلاص كنت ضربت كل العرق كده مع بعضه كده في الكبة. بعد كده هابتدي إن أنا أجيب ورقة زبدة وأجيب ورقة فويل. طب ليه ورقة الزبدة يا دودي؟ علشان إحنا هنسوي العرق بتاعنا، فإحنا هنسويه في إيه؟ إحنا هنسويه في ورق الزبدة كده زي ما أنتم شايفين. بعد كده يا بنات بابتدي إن أنا أبِل إيديّا بشوية من المَيّة وأبطّط كده العرق بتاعي. وطبعًا أنا ليه باضرب كل المكونات في الكبة، علشان الكبة بتخلّي لي الحاجة تعمل خيوط كده وأنسجة وتتماسك في بعضها، سواءً كفتة، سواءً عرق زي كده، سواءً أي حاجة من الحاجات دي، فتلاقيه معاكِ ممتاز وما بيحصلوش أي حاجة. بُصّوا هنا أنا باقول لكم عشان أنا ما دهنتش زيت، علشان كده هي عملت كده، بس كان لازم أدهن زيت في الأول، فقُلت خلاص مش مشكلة. بعد كده هابتدي بقى إن أنا أقفّلها كويس، وطبعًا نتأكد إن إحنا بنقفّلها كويس ليه، علشان لمّا نيجي نسلقها ما تتقطّعش وتهرى معانا. أنا هنا خلاص عملت القديمة وشِلتها، وهاحط بقى على دي بعد ما حطيت شوية من الزيت. وبرضه رشة الزيت دي مهمة جدًا يا بنات، قولوا لي ليه مهمة؟ مهمة علشان هتخلّي لِك العرق بتاعِك ياخد لون، لإن إحنا كده يعتبر ما فيش دهون كتيرة. أنا بابتدي هنا إن أنا أسويه كده كلّه مع بعضه، وجرّبوا على ضمانتي بجد الوصفة هتعجبكم، وصفة رهيبة جدًا، وطعم اللحمة حلو أوي. إضافة العدس ما تخافوش منها زي ما أنا قُلت لكم. ما تنسوش بقى لو أنتم معايا لحد هنا لسه في الفيديو تحطّوا لي لايك حلو تشجعوني بيه، وتكتبوا لي كلمة حلوة كده تخلّيني يعني إيه، أبتدي إن أنا أتشجّع. المهم يا بنات هنا خلاص قفّلت كويس بورق الفويل، وخلاص على كده خلص معانا وهنبتدي نشيله في الفريزر لوقت ما نستخدمه. تعالوا بقى نعمل دلوقتي كفتة. أنا جِبت نُص بصل أو ربع بصل وربع لحمة مفرومة، معلقة كبيرة من البهارات، معلقة صغيرة من الملح، وحطينا كمان ربع معلقة من ال البيكنج باودر، ربع معلقة من البيكنج باودر، ومعانا قرنين من الفلفل الرومي. هنعمل كفتة كده طعمها حلو، وما يمنعش طبعًا إن إحنا نحط آآ باعتذر، ما يمنعش إن إحنا نحط كده إيه، قولوا معايا فصين من التوم، بيدّوا طعم حلو. بعد كده بعد ما ضربت البصل في الكبة هابتدي إن أنا أبشره، وبعدين أعصره عشان أنا مش عايزة المَيّة بتاعته. ليه؟ علشان الكفتة ما تفُكِّش معانا. طب في حل حلو أوي لو أنتِ عايزة تحطّي البصل بالمَيّة بتاعته، بما إن البصل غالي دلوقتي، حطّي معلقتين من الدقيق فوق الكفتة بتاعتِك.
معلقتين من الدقيق، هتمُص المَيّة اللي موجودة في البصل وهتبقى زي الفل، ومش يعني بُصّي مش هتندمي أبدًا إن أنتِ هتعمليها بالطريقة دي إن شاء الله بإذن الله. بعد كده يا بنات ابتديت إن أنا أقلِّب المكونات كلّها، نقعد نقلِّب بقى لحد ما يبان للكفتة صاحب، ليه؟ علشان نعمل أنسجة ونعمل خيوط. اللحمة بتاعة الكفتة بقى أنا ما باحبش أحطها في الكَبّة، يعني اللحمة مثلًا بتاعة أي حاجة تانية ممكن لو هاعمل مثلًا كفتة قولوا معايا اللي هي فيها عدس أو كده ممكن أضربها في الكبة، إنما الكفتة اللي ما بيبقاش فيها حاجة زي كفتة الحاتي كده، بابتدي إن أنا أعملها بالطريقة اللي أنتم شايفينها دي. برضه جِبت كده طبق فيه شوية من الزيت، وابتدي إن أنا أمسح إيديّا وأحط كده في ال قولوا معايا في إيه، في الشوكة وبعد كده أحُط في الطبق. اعملي بقى على حسب الكمية بتاعتِك، كل واحد وحسب الأسرة، يعني في ناس ممكن تعمل النُص كيلو ده أو الربع كيلو ده على أسرة، في ناس ممكن تعمل نُص كيلو، ربع كيلو ما يكفّيهاش. أنا بالنسبة لي يا بنات ماشية بنظام الربع كيلو دلوقتي، إلا أن يعني ربنا يحدث أمر تاني، فالربع كيلو حلو أوي، باحُط له الإضافات، باشتغل عليه، الحمد لله مأقلمة ولادي زي ما قُلت لكم. طيب يا دودي أنتِ هتعملي بس طبق الكفتة ده بس من الكمية دي؟ لأ، لسه كمان هاعمل منه حوالي كام طبق تاني كده أعملهم كِوَر صغيرة، الكِوَر دي هنخلّيها ليه؟ الكِوَر دي يا بنات هنخلّيها نعمل بيها مثلًا شوية مكرونة، نعمل مثلًا بيها شوية قولوا معايا بطاطس كده ونحمّر جنب الكفتتين دول ونحط كده في صلصة والولاد ياكلوها، يعني على حسب، باعمل كل واحد صابعين من الكفتة واللي بيتفضّل من اللحمة بابتدي إن أنا أعمله طبق كفتة صغنّن تاني كده كِوَر بيبقى زي الفل. المهم يا بنات هنا أدي اللحمة المفرومة اللي فضلت معانا بعد ما إحنا شِلنا اللحمة اللي إحنا يعني هنفرّزوها، ابتديت كده إن أنا أعمل البطاطس، وبهنا كده خلاص خلص الفيديو بتاعي، دي البسطرمة اللي إحنا عملناها، جرّبوها إن شاء الله بإذن الله تعجبكم، كمان عملنا مع بعض البهارات من الحاجات الحلوة واللذيذة جدًا، جدًا، واللي ما باندمش أبدًا إن أنا باعملها كل شهر وبتوفّر عليَّ الحمد لله كتير، عملنا كمان كفتة الحاتي وزي ما باقول لكم أخدت منها الكوّر دي وابتديت إن أنا أخلّيها كده أعملها مع بطاطس، مع أي حاجة بقى أيًا كان. وكمان حطينا البطاطس دي، نيجي بقى نطلّع طبق الكفتة مثلًا ونعمل جنبه شوية بطاطس زي دول، وشوية رُز أبيض كده، أو شوية رُز أبيض والبطاطس دي بس كده مع شوية صلصة، هتبقى برضه فيها لحمة وتبقى حلوة جدًا. اللحمة المفرومة باطلّعها يا دوبك جاهزة على طول، على إن أنا أعمل بقى بيها أي صينية من الصواني بتوعتنا اللي أنتم عارفينهم. بشاميل بقى، نجريسكو، أي حاجة. وهنا السجق بتاعنا اللهم بارك يا بنات حلو أوي، أوي، ماسك نَفْسه، لمّا تيجي تقطّعيه شرايح بيبقى حلو، وطعم بهارات السجق لو أنتِ مش عايزة تحطّي بهارات دودي اللي إحنا عملناها، حطّي يا سِت الكل بهارات السجق. آدي الكوبيبة الغمراوي بتاعتنا اللهم بارك ولا اتهرت ولا حصل لها أي حاجة، دي بتحطّيها في الصلصة وممكن تاكليها كده مع جنب الصلصة يعني، أنا من النوع اللي باحب أحطّها كده ونغمّس الصلصة بالرُز وناكلها معاها، بيبقى طعمها لذيذ برضه وحلو جدًا، جدًا. أتمنى كده يكون الفيديو عجب حضراتكم وتكونوا استفدتوا منه حتى لو معلومة بسيطة، باحبكم جدًا، باشكركم جدًا على وجودكم في حياتي، أسيبكم في رعاية الله وحفظ حبايب قلبي، ما تنسوش تحطّوا لي لايك وتكتبوا كومنت حلو، مع السلامة.